النهاردة أنا جاي أتكلم عن واحد من أفضل ألبومات عمرو دياب في تاريخه. الألبوم اللي صناعه كانوا من جيلين مختلفين، الجيل القديم والجيل الجديد. الألبوم ده من وجهة نظري هو أكتر ألبوم اتظلم لعمرو دياب في تاريخه، اتظلم كدعاية، وهو ألبوم شفت الأيام. يا ترى إيه حكاية الألبوم ده؟ وليه أنا شايف إنه من أكتر الألبومات المظلومة لعمرو دياب؟ تعالوا مع بعض نحكي الحدوتة من أولها. يوم 29/8/2014 عمرو دياب كان عنده حفلة في موسى كوست، والحقيقة الحفلة دي كانت من أجمد حفلات عمرو دياب اللي أنا حضرتها على المستوى الشخصي. وفي الحفلة قال إنه هيغني أغنية من الألبوم الجديد، كلمات الشاعر الراحل مجدي النجار الله يرحمه وألحان خليل مصطفى، يعني أغنية من الفريق القديم بتاع عمرو دياب. وبدأ عمرو دياب يحفظ الناس الأغنية، أغنية أهو ليل وعد. الموضوع ما خدش أقل من دقيقة والناس بقت تردد الأغنية مع عمرو دياب. بصوا هتقولوا معايا أهو ليل وعدى ليل وعدى ليل وعدى وراح، أهو ليل وعدى ليل وعدى ما عادش بالي جراح، أهو ليل وعدى ليل وعدى ليل وعدى. استنوا شوية أهو ليل وعدى ليل وعدى ما عادش بالي جراح. والأغنية جننت الناس في الحفلة. قبل الحفلة دي بيومين حصل حاجة غريبة جدا، وبالتحديد يوم 27/8/2014 بدون أي مقدمات لقينا الفيسبوك بتاع عمرو دياب الرسمي منزل صورة مكتوب عليها شفت الأيام قريبا الألبوم الجديد. لا روتانا عملت دعاية ولا أي حاجة خالص. بعديها بكام ساعة لقينا دعاية ضعيفة جدا من روتانا ما تلقش باسم عمرو دياب، على الرغم ان عمرو دياب هو أهم مطرب في روتانا وقتها واكتر مطرب في الوطن العربي بيبيع سيديهات. الموضوع كان غريب جدا. هنا بقى عمرو دياب نفسه مسكتش، عمل دعاية بنفسه للألبوم. اولها كانت اغنية اهو ليل وعدى اللي غناها في الحفلة. تاني حاجة إذاعة دياب FM الخاصة بعمرو دياب عملت دعاية كبيرة جدا للألبوم، استضافوا صناع العمل من شعراء وملحنين وموزعين وبقوا يتكلموا عن الألبوم. وبرنامج انت حر بتاع الدكتور مدحت العدل اللي استضاف فريق العمل، يعني مجهودات ذاتية من عمرو دياب. هل شركة روتانا كانت مش مهتمة بعمرو دياب عن قصد، ولا وجهة نظرهم ان هو كده كده هيبيع فيا باشا مش محتاجين نصرف دعاية؟ الله أعلم. المهم تعالوا بقى نعرف مين أبطال ألبوم شفت الأيام. على مستوى التوزيع اشتغل 2 موزعين في الألبوم، عادل حقي وأسامة الهندي. عادل حقي ب6 أغاني وأسامة الهندي ب5 أغاني. على مستوى الكتابة بقى تامر حسين 8 أغاني، أحمد شتا أغنية، مجدي النجار أغنيتين. على مستوى التلحين بقى شادي حسن أغنيتين، أحمد حسين أغنية، إسلام زكي 3 أغاني، تامر علي أغنية، خليل مصطفى أغنيتين، أحمد الناصر أغنية واحدة، وعمرو دياب لحن أغنية واحدة. لو بصيتوا كده على التيم بتاع الألبوم ده هتلاقوا شباب وناس أول مرة تشتغل مع عمرو دياب، وناس قديمة زي مجدي النجار وأحمد شتا وخليل مصطفى، ميكس قديم على جديد. الموزعين زي ما قلت هم عادل حقي وأسامة الهندي. عادل حقي اللي بدأ مع عمرو دياب في ألبوم كمل كلامك، وأسامة الهندي اللي بدأ مع عمرو دياب في ألبوم الليلة، والاتنين كانوا عاملين شغل جبار مع عمرو دياب. طبعا مع الرؤية الفنية لعمرو دياب شخصيا. رؤية فنية يعني ايه؟ هنعرف مع بعض قدام. أغنية الألبوم شفت الأيام كلمات تامر حسين وألحان شادي حسن وتوزيع عادل حقي. حسب كلام تامر حسين في برنامج في الكواليس ان اغنية شفت الايام دي اساسا كانت اغنية سلو. كان عمرو دياب خلص الاغاني الالبوم كلها بس كان عايز يعمل هيد، فتامر حسين وشادي حسن قدموا الاغنية لعمرو دياب على انها اغنية سلو بكلمات مختلفة. تعرف يا حبيب انا لو عايش مع غيرك وفي مرة قابلتك كنت هحبك غصب عني واتمنى حياتي تكون جنبك. انا عارف كنت هتشغلني وهشوفك يومها في احلامي، يا حبيبي ما تسألني
انا كنت عايش لك ايامي. شفت الايام. بس وجهة نظر عمرو دياب انه لما يعمل هيد لازم يكون قوي. كان الماشي في الوقت ده موسيقى الهاوس، ووزع الاغنية عادل حق. طبعا عادل حق لما يجي يعمل هاوس مش هيعمل هاوس عادي كده وخلاص، عادل حق حريف قوي في موسيقى اللاتين والفلامينكو، فادها كده حتة جيتار في الاول، وبدأ البيت بتاع الهاوس بالسرعة بتاعته مع جيتارات سريعة. شبه اغنية ايه؟ شبه اغنية اصلها بتفرق. بس الفرق ان شفت الايام ما كانش فيها الكمانجات بتاعت اصلها بتفرق اللي كانت مديها الطابع الشرقي شويه. اللحن بقى بتاع الاغنيه عمرو دياب عدل عليه شويه، وهنا بقى تيجي الرؤيه الفنيه بتاعت عمرو دياب، خاصه في الحته بتاعت وحلمت اني اعيش يا حبيبي حياتي معاك. عمرو دياب قرر ان هو في اللحن يستخدم العرب في الكوبليه ده بالذات، فاداها طابع شرقي شويه. وحلمت اني اعيش يا حبيبي حياتي معاك. وده بقى اللي بيفرق عمرو دياب عن اي مغني تاني، انه برؤيته الفنيه ازاي بيعرف يخلي اللحن احسن. الاغنيه التانيه هي اغنيه جماله، كلمات تامر حسين، الحان شادي حسن، توزيع اسامه الهندي. بدات برضه بالجيتارات سريعه. انا بعتبر مين بقى بطل الاغنيه دي؟ عازف الاكورديون فاروق محمد حسن، اللي ادانا صولو فكرنا بصولو حبيبي يا نور العين. انا بعتبره هو احسن سولو في الالبوم ده كله، واللي لعب جيتارات الاغنيه دي هو عمرو طنطاوي، اللي عمل اغاني جامده جدا لعمرو دياب زي ويلوموني واغنيه الليله. تالت اغنيه وهتبتدي الحكايات، كلمات تامر حسين، الحان تامر علي، توزيع عادل حق. عادل حق لما يجي يعمل مقسوم مش هيعمل مقسوم عادي، لازم يديك مقسوم لاتيني برضه كده. اللي لعب جيتارات الاغنيه دي شريف فهمي وخوان سيرو. عادل حق بيحب السولو بتاع خوان سيرو قوي من ايام اغنيه قدام عيونك. اغنية وهتبتدي الحكايات دي لو جيت قريت الكلمات بتاعتها هتلاقيها هي احسن اغنية ككلمات في الالبوم ده كله، لان تامر حسين كان رايق قوي وهو بيكتبها، لانه قال انه كتبها يوم كاتب كتابه، فبيسميها اغنية الفرح بتاعه. نيجي بقى للاغنية الرابعة، اغنية انا مش اناني، كلمات تامر حسين، الحان اسلام زكي، توزيع اسامة الهندي. ايقونة من ايقونات الاغاني الحزينة في تاريخ عمرو دياب، وكانت امتداد لاغنية الومك ليه، الاغنية السوفت روك. واغاني السوفت روك الحزينه في تاريخ عمرو دياب بتكون حاجه محدش يقدر ينساها. الومك ليه، انا مش اناني، عكس بعض، ستايل بيكون حلو قوي في الاغاني الدراما. تامر حسين في الاغنيه دي تحس ان هو متاثر قوي بكلمات الاغاني بتاعت ام كلثوم. حب ايه اللي انت جاي تقول عليه، حب ايه اللي انت جاي تقول عليه، حب ايه اللي انت بتدور عليه، عامل ده انا مش عتاب هسيه. والجمله دي عجبت عمرو دياب قوي، لان اساسا عمرو دياب من عشاق ام كلثوم، فحس ان الكلمه زي ما بنقول كده كلثوميه. الاغنيه الخامسه هي اغنيه ونعيش، كلمات تامر حسين والحان احمد حسين وتوزيع عادل حقي. ونعيش دي برضو كانت من الاغاني سلو، يعني ما كانتش سريعه. احمد حسين الملحن كان ليه وجهه نظر في الاغنيه دي بالذات، عايز يعملها شبه اغنيه يوم ما اتقابلنا، ولكن عمرو دياب وعادل حقي كان ليهم وجهه نظر ان الاغنيه تكون سريعه، مدي على الاغاني بتاعت السامبا البرازيليه زي اغنيه يا قلبها. تعال نعيش حبيبي يومين نجدد تاني احساسنا بحب جديد، كأننا لسه متقابلين، نسيب الوقت يسرقنا لدنيا بعيد، ونعيش انا وانت حالة من اللي في الحكاية.
انا وجهة نظري ايه؟ انا بحب اللي نزلت في الالبوم. اغنية مش جديد، كلمات مجدي النجار، الحان خليل مصطفى، توزيع اسامة الهندي. لما نيجي نتكلم على اغنية كلمات مجدي النجار والحان خليل مصطفى، فهي اغنية تسعيناتي لعمرو دياب. واللي ما يعرفش خليل مصطفى ده مين؟ ده واحد من اللي لحنوا اغنية ايقونية في تاريخ عمرو دياب، اغنية شوقنا. والشاعر مجدي النجار لك اقول لك ان هو اللي كتب اغنية ميال لعمرو دياب، فاغنية تسعيناتي قوي او تمانينات كمان. طبعا اغنية زي دي ما ينفعش تتعمل الا مقسوم تسعينات كمان. دي اغنية كده هربانة من تسعينات عمرو دياب وجات في الالبوم ده. عشان كده بقول لك الالبوم ده ايقوني في تاريخ عمرو دياب. هي أمنية في خيالي نفسي ترضى تحققها لي. هي أمنية في خيالي نفسي ترضى تحققها لي. نفسي كل ما فيك يبقى لي يا ريتك تبقى لي. أغنية ساعة الفراق، كلمات تامر حسين، ألحان إسلام زكي، توزيع عادل حق. من الأغاني اللي تامر حسين قطعنا فيها ككلمات، خاصة في الكوبليه بتاع في الدنيا مين يعرف نهاية اختياره. في حاجات كتير بتكون غايبة عن عينينا، بنشوفها لما الحب بينا بتهدى ناره، وكل حاجة حلوة بتهون علينا. في الدنيا مين يعرف نهاية اختياره. في حاجات كتيرة بتبقى غايبة عن عينينا، بنشوفها لما الحب بينا بتهدى ناره، ولما كل حاجة حلوة تهون علينا. جملة فلسفية جدا، حتى قفلة الأغنية بتفكرني بقفلة أغاني كتير لعمرو دياب في حفلاته. نيجي بقى للأغنية الوحيدة اللي لحنها عمرو دياب في الألبوم ده، إهداء لبنته جنى، كلمات تامر حسين، ألحان عمرو دياب، توزيع أسامة الهندي. عازف الأكورديون فاروق محمد حسن عزف السولو بتاعها زي أغنية جماله، بس هي ما تتقارنش بأغنية جماله، ممكن نعتبرها هي أقل أغنية في الألبوم ده. نيجي بقى لأغنية كان كل حاجة. كان كل حاجة دي بقى من الأغاني التسعينات برضه، تحس إنها جاية من ألبوم حبيبي يا نور العين، كلمات أحمد شتا، ألحان أحمد الناصر، توزيع أسامة الهندي. ليه الأغنية دي جاية من ألبوم نور العين؟ لأن اتلعب فيها رق وطبلة وناي، أكتر 3 حاجات اتعمل بيها ألبوم حبيبي يا نور العين. كان بين ايديا نور عينيا نصيب، كان روحي فيه بين ايدي قلبي وعمري بحاله. كان دنيتي يا غربتي ما طلعش حبيبي. يلا الأغنية اللي خدها عمرو دياب بالتليفون، أحمد شتا كلم عمرو دياب وقال له في لحن حلو واحد اسمه أحمد الناصر عامله. عمرو دياب سمع اللحن بالتليفون من أحمد الناصر وعجبه جدا وأخد منه الأغنية. نيجي بقى للجزء الثاني من أغنية ساعة الفراق، أغنية أيوة اتغيرت، كلمات تامر حسين، ألحان إسلام زكي، توزيع عادل حق. نفس الأغنية البوب لاتين بتاعت ساعة الفراق، والكلام الفلسفي بتاع تامر حسين اللي أنا بحبه جدا على المستوى الشخصي. ما بقتش اتكلم عن نفسي ولا عن اشواقي وتعذيبي. نيجي بقى للأغنية اللي كسرت الدنيا في الحفل، أهو ليل وعد، كلمات مجدي النجار، ألحان خليل مصطفى، توزيع عادل حق. أسامة الهندي وزع أغنية مش جديد، عادل حق وزع أهو ليل وعد. عادل حق لما يحب يعمل مقسوم لازم يديك سولو جيتار يفضل يرن في ودانك. عادل حق ده موسيقار مش مجرد موزع، فاداك أغنية تسعيناتي بطعم 2014 وقتها. ده باختصار
باختصار شديد اغاني الالبوم. طبعا بقى اتفاجئنا يوم 11/9/2014 ان الالبوم كله نزل على النت. مين بقى اللي سرب الالبوم ده؟ الله اعلم. ناس تقول روتانا وناس تقول عمرو دياب، بس انت تتخيل ان عمرو دياب ممكن يهد العمل ده كله ويسربه على النت، او روتانا تخسر فلوس كتير وتنزله على النت؟ الله اعلم بقى مين اللي سرب الالبوم ده. بس جمهور عمرو دياب قال مش مشكله، التسريب مش حاجه جديده، بس شراء السي دي حاجه اكيده. ده كان الشعار اللي عملوه التراس عمرو دياب. الالبوم نزل رسمي يوم 18/9/2014، يعني بعد التسريب باسبوع. عايز اقول لك ان الساعه 10 الصبح فيرجن ميجا ستور بتاع سيتي ستارز كانت الناس طوابير قبل حتى ما يفتح. السي دي اتباع كله في ساعه. انا كنت حاضر الموضوع ده. الالبوم اتباع بطريقه جنونيه، مش في فيرجن ميجا ستور بس، كل محلات الكاسيت والسي دي اللي كانت موجوده في مصر. مش عايز ابالغ واقول الوطن العربي، بس هقول الوطن العربي كمان، لدرجه ان مجله بيلبورد كان ساعتها اول مره يظهر اسم مطرب عربي فيها. مش ظهر عادي كده، كان هو المصنف الاول عالميا في الشهر الثالث من سبتمبر 2014، يعني بعد ما الالبوم نزل باسبوع كان المرتبه الاولى على مستوى العالم. لك ان تتخيل قوه الالبوم وقوه عمرو دياب. قوه عمرو دياب اللي حولت البوم مظلوم من الدعايه من الشركه نفسها اللي هي روتانا للالبوم رقم 1 على مستوى العالم. وهي دي يا سيدي حكايه البوم شفت الايام. قول لي بقى انت ايه اكتر اغنيه بتحبها في الالبوم ده؟ كان معاكم احمد صلاح، سلام عليكم.